بعدها بنشوف رينو وهو مش قادر يتحكم في أفكاره وبيقول أنا هحتاج لمزيد من القوة، وبيجمد المكان كله وبيكمل هجومه على الهونجو. لكن رينو عنده 16 تمزق و4 كسور في جسمه وبيكمل قتاله، لكنه مش قادر يتحرك لأن في كسر في ساقه. فالنقيب بيقول له كفاية أنا راح أتدخل. فرينو بيقول أنا ضعيف راح أخسر مرة تانية. لكن صديقه بيجري وسط الجليد وبيقول للنقيب امنحني أنا ورينو بعض الوقت أرجوك، وبتوصل قوته ل 24%. وبيقول عن رينو إنه شخص صادق ومجتهد ويحب أصدقائه، وده بيخليني أغير منه. وبيشوفه وبيقول أنا عارف إنه هينجح، وبيدمر الجليد وبيروح لرينو اللي تايه في الظلام وبيمد إيده وبينقذه وبيشيله فوق كتفه وبيجري وبيقول أنا خليت النقيب يمنحنا وقت، أنا عايزك تهزمه، أنا راح أهجم عليه وعايزك من بعيد تعمل هجوم قوي وتقتله. فرينو بيرد أنت مدهش يا صديقي، أنا أعتمد عليك، يلا نبدأ الشوط التاني.